ازيك يا حاجة عاملة ايه؟ ايه الأخبار؟ طيبة الحمد لله. ايه الأحوال معاك؟ مش كويسة. أنا نايمة في الشارع، معايا 3 أولاد، ونومتنا في الشارع. جوزي محبوس، هيطلع 2027، عايشة على باب الله من المناديل. أنا من 3/7/2022 نايمة في الشارع، ما معيش شقة ولا مكان، طول النهار أبكي. لما بيبقاش معايا بخبط على بيوت الناس، بغسل على يدي، العيشة معايا صعبة، مفيش مكان معايا. أرجوكم يا أمة محمد ساعدوني في مكان، عايزة أربح حيطان بس وطلعوا لي أبو عيالي. أنا عندي جميع أمراض الدنيا، جايمة من 3 جلطات، عندي سكر، عندي قلب، لحد الآن ما أكلتش من بالليل. فرعوا ربنا فيا، سألتي تطلع، رعوا ربنا فيا لخاطر الأولاد. أنا مش عايزة حاجة، خلي عيالي يطلعوا والنبي، وأنا أبو عيالي يطلعوا وياخدوا عياله. لأن أنا مش عارفة يعني رجلي والقبر. أنا كفني كان معايا خدوه، كفني كان معايا خدوه المرأة. جوزي من 2020 في الشارع، خلونا على الحديدة خلال 8 أيام اتخرب بيتنا. جينا نعزف حماية، معنا كل حاجة وقلنا ناخدوا شقة هنا، تمام؟ نفضونا بالطيبة والحبحبة، مفيش. لا أنا كنت أنزل أدي الناس زكاة، الوقت أنا اللي باخدها من الناس بس بشرف. خلال 5 سنين لحد الآن من 2019 بمد ايدي للناس، بس ما غلطتش في حق جوزي، رفع راسه. بيعدوا عليا ببيع مناديل، ببيع بشرف، بس بيجوز يساعدونا بالرغيف. أنا ساعات أضربهم وأقول لهم مفيش، لسه مفطرة من شوية. فين ده كله من الناس؟ أنا فين حقي؟ الناس اللي بتنشر دي، أنا بنشر بالجوال بالطوب، الجلابية بشحتها، خلقي خدوه 21 شنطة في الكوامل. كل اللي يجي يتصور معايا على الموبايل أجيب لك شقة. الناس تيجي تسألني حد أعطاكي مبلغ؟ أقول لهم ورسول الله لا. لو حد أعطاني مبلغ إلا هيقعدني في الشارع، لو حد أعطاني مبلغ على الأقل هشوف فيه مكان، لأن معايا بنت بنوت. أنا لما بتعب ما جنبيش حد بيقول لي دكتور معاك حد كبير أشخص له حالتك. عندي انفصال في عضلة القلب، خدتها فدا أبويا، كانوا هيطولوا على أبويا. سنجة الطماطم ال5 كيلو خدتها هنا، عاملة لي انفصال في العضل. عندي الكلى من 5 أيام عرفت كده. ده برنامج خيري بيتذاع في رمضان، وقفوا جنبي، هنوقف جنبك، طلعوني جنبي. هنوقف جنبك وهنحاول بقدر الإمكان إن احنا اللي فيه الخير هنعمله، وإن احنا نكون معاكي فيه. أنا عايزة طلعوني جنبي، بس مش عايزة حاجة من الدنيا، عايزة 4 طن جوزي قدامي والنبي، ده اللي بستمناه. والشارع ده كله وانتوا وأمة محمد أسلم عليكم، أقول لكم مش عايزة حاجة، أشكركم طلعتوا لي جوزي وأربع عيالي، وعايزة عيالي جنبي. أرجوك والنبي، أنا ما معيش حد عشان بكرة وبعد أنا اللي يجي ورايا. الناس لما بتروح تحج، المسلمين لما بيروحوا يحجوا بيروحوا يحجوا فين؟ في السعودية. السعودية. اه جاوبتي صح. اه، ونفسي أروح الحج بجد، نفسي. بص يا عبير، دي جايزة مالية مقدمة ليكي من شركة المستشار العقاري، بيقولوا له كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم عليك يا رب. وانت طيب. اتفضلي كده. الله أكرم، وانت طيب. بالله عليكم هتوقفوا معايا؟ هوقف معاكم بجد. هتقولني تاني؟ أنا قاعدة هنا كل يوم من الساعة 4 لحد المغرب. بالله عليك أنا عايزة أمة محمد كلها تشوفني، مش فلوس. لا، معرفة الناس مش فلوس، أنت أغلى من الفلوس. انت عايزه مكان وعايزه جوزك. الفلوس تتعوض، من آدم مش بيتعوض. أنا لو مت مش هيشوفوني تاني. الفلوس تيجي تاني، لكن من آدم مش بيتعوض. هسألك سؤال تاني. احنا بنصلي كم صلاة في اليوم؟ بنصلي صلاة التراويح 22 ركعة. لا غير التراويح، يعني بعيد عن رمضان احنا بنصلي كم صلاة؟ صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر 4 ركعات، صلاة العشاء 3 ركعات، العشاء، صلاة المغرب، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء 4 ركعات، صلاة الصبح 2 ركعتين. بالظبط. ما شاء الله. أشكركم أيها السادة، أرجوكم وقفوا جنبي لأجل حبيبك النبي، عشان خاطر ربنا، عشان خاطر العيال، عشان خاطر أبو العيال.
وقفوا جنبي، انا معايا ولية كبيرة يعلم ربنا انا بنام ازاي. دي برضو جايزة تاني مقدمة لك من شركة المستشار العقاري. هم حابين برضو يقفوا جنبك ويكونوا معاكي وما يسيبوكيش في ظرف زي كده أو في موقف زي كده. وأكيد هم هيشوفوا الحلقة إن شاء الله، واللي هيقدروا يعملوه معاكم هيعملوه إن شاء الله. اتفضل يا عايزة 4 حيطان وجوزي يطلع، بالله عليكم عايزة 4 حيطان وجوزي يطلع. محبوس في سجن الكوثر بسبب نومتنا في الشارع، اتحكمت عليه بسنتين. الجلسات دي كلها دفعت كفالتها أنا من مدة إيدي للناس، كذا 600 كذا 500. آخر كفالة دفعها يوم 4/7 300 جنيه، جبتها من على النت من المجمع. كل هالكفالات مسددة. محبوس لدلوقتي ليه؟ لحد امبارح رحت للمحامي، خد رقم تليفوني وقال لي على العشاء تجي لي وتجيب الاتعاب. قلت له حاضر بس والنبي طلعوا لي. قال لي ما اقدرش اخد منك اي مبلغ غير لما تجيبي لي ايه القضيه. قلت له انا هكلم الناس، لو وصلت للناس انا هخبط لك عليها 200 جنيه تنفع؟ قال لي انا ما اقدرش اخد منك اي اتعاب غير لما اقول لك القضيه محكوم فيها ولا لا. انا احنا برضو هنتابع لسه لي معارضتين. هنتابع الموضوع ده، هنشوف لك برضو محامي يشوف القصه دي ان شاء الله. وهنتابع بقى. انت دايما قاعده هنا صح؟ انا من 2019 طيب هنا. انت كنت قاعده النهارده، كنت عالمه انه حد هيجي لك، سبحان الله هو رزقك. انا من بدري عايز اقول لك احنا من بدري والله بنلف. انا من بدري بدور على ابني من الساعه 8 الصبح، من الساعه 8 الصبح لسه جاي الساعه 4:03. لما لقيت ولدي ده من نوع ما ياكلش يهبط وينعس على رجلي. يمكن الفلوس اللي كسبتيها دي جت في وقتها يمكن. انا بشكركم والله، بشكركم بس مش فلوس. فرحتي بجد يوم جوزي لما الاقيه جنبي ان شاء الله. احنا برضو اللي بيقدرنا عليه ربنا بنعمله، وان شاء الله اللي هيقدرنا عليه ربنا تاني ان شاء الله. صوروني انا وابو عيالي في 4 حيطان ان شاء الله. والله العظيم والله العظيم هتبقى الدنيا مش سيعاني وابوس الجزمه قبل راسكم والله. الله يشكركم. شكرا ليكي، وان شاء الله يعني ربنا كده قادر يعني يعمل لك اللي انت عايزاه. الله يسترها معاك يا ابو احمد. شاكرين افضالك. دكتور مين معايا؟ لا انا احمد عمران مذيع الصعيد. ده برنامج اسمه احمد عمران اللي حضرتك عامل يافطه عند المحطه. ايوه مذيع الصعيد. انا مش عارفه، كل يوم اقرا اليافطه مش عارفه اوصل لها، ببقى بدور على ابني بعد العشاء. هو ربنا سجنه ليك اهو. اسمه مذيع الصعيد. ايوه بالظبط. انا اشكرك يا استاذ احمد. برنامج الصعيد في الخير برعاية مؤسسة كمال عثمان مخلوف الخيرية، شركة المستشار العقاري، مطعم قصر الوليمة.